وعود وأمال معلقة على لقاح شركتي فايزر بايونتك، لكن المعلومات المتوفرة لا تجيب عن 7 أسئلة بالغة الأهمية لتأكيد قدرة اللقاح على إنهاء الوباء. هل يقي اللقاح من الإصابة الشديدة والمعتدلة؟ لا سيما وأن الدراسات لم تتناول المصابين الصامتين الذين لا تظهر عليهم الأعراض. سؤال آخر، هل يمنع اللقاح من انتقال الفيروس؟ وهل يقتل الجسيمات التي تسبب العدوى؟ ما هي مدة الحماية التي يوفرها؟ بالتأكيد نتطلع لحماية تامة أو لأطول فترة ممكنة، وما تزال عملية مراقبة المشاركين في التجارب مستمرة. طبعا متى يتم طرح اللقاح في الأسواق؟ الخطة هي إنتاج 1.3 مليار جرعة في 2021، لكن لم يتم تحديد كيفية توزيعها. سؤال شبيه متعلق بأمريكا، وضعت بالفعل خطة لذلك أعطت الأولوية لبعض الحالات دون تحديد متى سيكون بمتناول عامة الأمريكيين. هل يعني نجاح اللقاح احتكاره للسوق، خاصة وأن شركة موديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون ما يزالون في مراحل تجريب لقاحاتهم؟ أخيرا، مدى أمان اللقاح؟ هذا أهم سؤال بالنسبة إلى الجميع، لا سيما وأن الشركة ما زالت في طور جمع البيانات لتقديمها لإدارة الغذاء والدواء.